ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. بصوا بقى الروتين بتاع النهارده كله تحدي للكسل. الفيديو هيعجبكم جدا وهتاخدوا منه طاقه ايجابيه. اتمنى تتابعوني لاخر الفيديو، ولو عجبتكم قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، اول ما صحيت من النوم ابتديت ان انا ادخل على البلكونه. طبعا بعد ما فطرت وصليت وغيرت النتيجه، لازم أنا اغير كده ورقه النتيجه. اقطعي ورقه النتيجه، اعرفي اليوم الجديد. ما تبقيش عايشه كده تايهه مش عارفه الايام، النهارده الثلاث ولا الاربع، النهارده 18 ولا 19. لا، كل يوم اول ما تصحي بعد ما تصلي وتفطري ابتدي غيري ورقه النتيجه وابتدي يوم جديد. وفي ناس برضو بيبقوا مش عارفين يبتدوا يومهم بايه او يبتدوا الترويق بايه. انا بحب ابتدي بالغسيل، خصوصا في الشتاء، لان زي ما انتم عارفين الغسيل ما بينشفش بسهولة والشمس بتطلع ايام او ايام لا. فاول حاجة بعملها لو في غسيل بنشره، لو في غسيل منشور بلمه. وببتدي كده زي ما شفنا مع بعض بالغسيل. بعد كده ببتدي بترويق السراير. هنروق بقى، هنشوف الروتين عادي بتاع يومنا العادي ولا الروتين فيه شغل، على حسب بقى اليوم. فطبعا اليوم دوت اوضه الاطفال ديت، بصوا انا بكنسها يوميا، بس لازم كل يومين او 3 اشيل السجاد بتاعها واكنسها بالمقشة. يعني بتتكنس يوميا بالمكنسة، وكل 3 ايام كده مرتين في الاسبوع لازم نشيل السجاد ونكنسها. طبعا الاطفال بيوقعوا اي حاجة، بسكوتات بقى، كيكات، اي حاجة معاهم، فممكن اكنس بالمكنسة مرتين في اليوم مش مرة واحدة. لكن لازم كل 3 ايام بقى، ساعات حاجات بتقع كده جنب السجاد المكنسة ما تجيبهاش، لازم ان انا اشيل السجاد وانفضه واكنسها كويس بالمقشة والمعها لو عايزة تتلمع. بعد كده بنبتدي ان احنا نغير الستاير عشان نحس ان المكان بقى منظم اكتر وبقى نظيف اكتر. فدي كلها حاجات بسيطة ما بتاخدش وقت، وبتبين ان المكان خلاص نضيف وانتي خلاص روقتي، انتي اشتغلتي في المكان ده. فديت حاجات بسيطة خالص اهيت، يعتبر روتين يومي عادي. طبعا الفرش بتاع السراير في الشتاء المفروض ان هو يتغير من اسبوع ل10 ايام، ما تكتريش عن كده. في الصيف طبعا يتغير مرتين في الاسبوع، يعني كل 3 ايام تغيري الطقم. لكن في الشتاء معاكي الاسبوع ل10 ايام، ما ينفعش الدفاية او طقم السرير يقعد على السرير اكتر من ال10 ايام في الشتاء. تمام كده، خلصت بقى الأوضة وفرشتها. وجيت بقى المشايات بتاعت الطرقة لونها طبعا فاتح، اللي هو سجاد ايكيا. بصوا الحاجات الفاتحة ديت متعبة جدا. عايزه اقول لكم ان انا فرشاها بقالي شهرين، ففي الشهرين دولت هي كده عايزه تتغسل. فانتي لو بقى بتفكري ان انتي تجددي او عروسه وعايزه تشتري سجاد، حطي في علمك كده ان السجاد الفاتح ده مش هيكمل معاكي اكتر من شهرين وهيبقى عايز يتغسل. لا اما طبعا حافظات، وتجيبي حافظات غامقه بقى. يعني لو السجاد فاتح ابعدي خالص عن الحافظات الفاتحه، لانها برضو نفس الكلام مش هتكتر معاكي اكتر من شهرين وهتبقى عايزه انها تتغسل. فطبعا هما المشايتين بتوع الطرقة طولهم 7 متر، انا جايبة واحدة 3 وواحدة 4. فاخدت اللي هي اللي قدام الحمام، اللي هي المتوسخة اكتر بقى. قلت ان انا ايه، اخدها اغسلها كده. اول حاجة عملت خلطة زي ما شفتوا معايا، حطيت اريال وحطيت كلوروكس الوان وكمان حطيت معطر. المعطر لو تاخدوا بالكم لونه ازرق، بس ما اللون بتاعه ما بيصبغش على الحاجة. المعطر دوت ريحته قوية جدا. الازازة عاملة كده زي ازازة الدواء، الغطايا منها بتتخف على تقريبا رتل او 2 رتل من المية. فبصوا انا غسلت بيه السجاد، خلى ريحه الحمام وريحه الطرقه وريحه الشقه كلها معطر، ريحته قويه جدا. هسيب لكم اسمه في صندوق الوصف. وابتديت بقى ان انا اغسل السجاده كده بالشكل ده، بدعكها بالفرشه اللي هي بايد ديت. وطبعا الجزء اللي كله ابيض دوت، شايفين بقى الابيض اللي حواليه الاسود دوت، بمسك فرشه السجاده العاديه وادعكه تاني. فطبعا السجاده نتفت، واصلا خامتها هي السجاده خامتها اللي هي الخامه التركي، فبتنضف بسرعة، اللي هي بيقولوا عليها كده بتملط في الغسيل. بس انا طبعا زيادة تأكيد عشان اللون الابيض يبقى زاهي كده واللون قوي ونظيف وشكله حلو، بعيد عليها بالفرشة اللي هي بتاعت السجاد، بمشي على الابيض كله. برش بقى كده من الخلطة اللي انا عاملاها. وطبعا كروكس الالوان لو في اي بقعة في السجاد بتتشال بسهولة جدا. الخلطة ديت بصوا رهيبة، وريحة المعطر قوية جدا. بجد المعطر دوت حلو جدا، انا بستخدمه في غسيل اليدوي، غسيل السجاد، تعطير الحمام، تعطير اي حاجة بقى عايزة تتعطر. هو ينفع للغسالات العادية، ريحته بصوا قوية جدا. هخلص بقى غسيل السجادة ديت وهغسل برضو السجادة بتاعت السفرة.
هي نظيفة، بس طبعا الجزء اللي احنا بنمشي عليه وابو مالك بقى بيدوس عليه بالجزمة، هو الجزء ده بس اللي متوسخ في السجادة. فطبعا شكلها معصبني، انا من النوع بصوا اللي ما احبش اشوف سجاد وسخ قدامي خالص. حاجة بصوا بتعصبني جدا ان انا اشوف شكل السجادة كده وهي متوسخ، وخصوصا برضو ان السجادة بتاعت السفرة فيها ابيض. فطبعا خدتها غسلتها معاها. طبعا انتوا عارفين طريقتي بقى في غسيل السجاد وشطف السجاد بشطفه ازاي. لو جداد معايا في القناة واول مرة بتشوفوا لي فيديو، هسيب لكم لينك فيديو غسيل السجاد في صندوق الوصف، شوفوه هيعجبكم جدا. هخلص بقى كده السجادة ديت وهدخل على السجادة التانية. وعايزة اقول لكم بقى ان بقالي اصلا يومين بغسل في سجاد. قبل السجاد دوت بيومين كنت غاسلة مشاية المطبخ 4 متر. طب غسلتها ليه؟ هي كانت نظيفة وكل حاجة وزي الفل. محمد بقى الله يبارك له وقع لي طاسة الزيت. هي يعني بصوا لحسن حظي ان الزيت ما جاش على السجادة قوي، يعني يا دوبك الحرف كده بتاعها جه عليه حاجات بسيطة جدا من الزيت. فطبعا انا خدتها غسلتها كلها. فبصوا محمد مجنني، مش عارفه والله العظيم يعني بيعمل معايا كده ليه. مالك ما كانش كده، مالك كان بيلعب بلعبه، كان يعني ما شاء الله عليه مؤدب، اقول له بس يا مالك، هي بس يا مالك. لكن محمد ده بصوا فظيع والله العظيم مجنني، مش عارفه اعمل ايه معايا. قولوا لي بتتعاملوا مع الاطفال ديت ازاي؟ طيب قولوا لي. بصوا بقى ده السجاده اهوت بعد ما اتغسل، شايفين دي السجاده بتاعت السفره، ودوت الخط الابيض اللي فيها تعتبر برضو كلها فاتحه. خدت السجاد بقى كده نشرته. وتعالوا بقى نروح نطبق الغسيل مع بعض. اخر حاجه بقى اللي سبتها للاخر هو تطبيق الغسيل. كنت طبعا عايزه الحق ان انا اغسل السجاد عشان يلحق ان هو ايه، يصفي ويتنشر وكده. واخدت بقى الغسيل كده اتسليت فيه وطبقته. بحب ان انا اطبقه على الترابيزه بتاعه المكوى. بصوا الغسيل دوت من ساعه ما الشتا ما ابتدى، ويوميا في غسيل، في غسيل بيتلم وفي غسيل بيتنشر وفي غسيل بيتطبق، يعني دوت بقى روتين يومي. كل يوم في غسيل بيتلم وبيتنشر مكانه، واللي اتلم دوت بقى بيتطبق. متخيلين انتوا الموقف ده؟ فكلنا طبعا زهقانين من الغسيل ومن المواعين. تحسوا كده ان الغسيل والمواعين ملهمش اهل يسألوا عليهم، حاجات يوميا معانا. فاحنا نحاول ان احنا نخلصهم اول باول. خلي تطبيق الغسيل كده اخر حاجة ايه تسلي فيها وانتي قاعدة بتعملي اي حاجة كده مع العيال بالليل خالص، اخر حاجة. يعني انا اهم حاجة عندي ان الغسيل يتنشر والجديد والقديم اللي منشور يتلم. لكن التطبيق بطبقه ايه في اي وقت. وساعات بصوا بيتكوم عليا اصلا غسيلين على بعض عايزين يتطبقوا. فبصوا كلنا في الدايرة ديت يعني مع بعض. وهو الشتا كده هدومه كمنها تقيلة وصوف وقطيفة، فطبعا الغسالة بتاخد ايه على قدها. ده غير برضو ان اللي معاها عيال زيي لازم يغيروا يوميا. فده السبب اللي بيخلينا نغسل كل يوم. والغسيل بقى ايه في الدايرة اللي ما بتخلصش دي. دوت كان الروتين بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، ويكون كده يا رب الروتين خفيف على قلوبكم. ما تنسوش دعمكم للفيديو بتاعي. شايفين بقى محمد بصوا هو ماشي ورايا على طول، يعني مكان ما تلاقوني تلاقوا محمد بيمشي ورايا كده يلعب في اي حاجة. فيا رب الفيديو يكون عجبكم وتدعموه، وانتظروني في فيديو تاني جديد. بصوا انا انتظمت معاكم اهو فيديوهين في الاسبوع. الفيديو اخر فيديو كان نازل تقريبا من 3 ايام، ادي فيديو تاني اهوت. انتظروني بقى في فيديو تاني جديد.